أهلا وسهلا بكل الناس الجميلة. أتمنى أن يكون حلقة المرة اللي فاتت عجبتكم واستفدتم منها، مع إني ما شفتش تفاعل كتير عليها. ولو لسه ما شفتش الحلقة هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت، لأن في الفيديو ده هنتعلم حاجات كتيرة جدا. هنتعلم إزاي نجيب ملفات الفيديو والصوت والصورة، وإزاي نتعامل بالتفصيل مع الإمبورت ويندو اللي احنا شفناها في الدرس اللي فات. برضه هنتعلم إزاي نشتغل على لوحة المشاريع اللي هي البروجكت بانل. شاركونا آرائكم في التعليقات تحت، وخلينا نعرف رأيكم في الفيديو. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. تكملة للحلقة اللي فاتت، عندنا الفايل بتاعنا اهو، وهنبتدي نفتحه كده، ندوس عليه دبل كليك. المفروض ان الفايل او البروجكت فتح كده زي ما احنا شايفين. بنعرف ازاي ان البروجكت مفتوح؟ في عندنا في قائمة بروجكت ده الويندو بتاعت بروجكت ديت، بيدينا اسم المشروع اللي احنا فاتحينه وبيديك الباص بتاعه من هنا. خلينا نتكلم كده في دقيقة ليه انا بستخدم القائمة بتاعت البروجكت دي. قائمة البروجكت دي عاملة زي سطح المكتب عندك كده. انت المفروض انك تنظم الحاجة اللي عندك على سطح المكتب، يعني الاوراق المفروض تحطها على جنب، الكتب المفروض تحطها على جنب، الصور، الفيديوهات، الكلام ده كله، وتنظمها وترتبها بحيث تلائم شغلك وطبيعة شغلك. تمام، عشان خاطر لما تيجي تشتغل عليها وتسحب فايلات ديت من المشروع للتايم لاين تبقى فاهم وعارف ده يعني انت منظمه ازاي. طيب انا عندي 3 طرق المفروض ان انا بقدر احط بيها الفايلات بتاعتي. اول حاجه ان انا اسحب ال3 ملفات دول كده واخدهم دراج ودروب على البروجكت هنا. تمام. تاني طريقه هروح على فايل منيو، وبعد كده هروح على امبورت، اقول له امبورت، هيفتح لي البراوز ديت، وبعدين اروح عند المكان اللي فيه الفايلات بتاعتي واسلكت الفايلات واعمل لها اوبن. تالت طريقه ان انا ممكن اعمل امبورت ميديا، هنا دبل كليك وبرضه هيفتح لي البراوز دوت، واختار الفايلات اللي انا عايزها واقول له اوبن. لو انا مش عايز اعمل الكلام ده كله، عندي كذا مكان المفروض ان انا هسحب منه الملفات، فادوب بريمير في الفيرجن الجديد عمل لنا حاجه جميله جدا، في تابه مخصوصه للامبورت الملفات اللي المفروض ان انا هستعملها. ايه دي؟ عامله زي الويندوز اكسبلورر اللي عندنا. ففي عندي فولدر الداونلودز كده، وفي عندي فولدر سامبل ميديا ده تبع برضو بريمير. مثلا من هنا هحط الفيديوهات بتاعتي. الميزه الجميله ان هنا لو انت عندك فيديو فانت ممكن تعمل سيك كده عليه، تقدر تشوف الحركه دي بتاعت الفيديو. يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا فيديو زي كده، في حركة بس معينة، فأنت ممكن تشوف الحركة دي. زي مثلا عندي هنا على الديسكتوب في فولدر 1، فطبعا أنا عندي عايز أحط الفيديوهات دي. تمام. طيب هختار الفيديوهات دي كده، وبعدين هلاقي اللي أنا بعمل له سيلكت دوت بينزل تحت هنا في الميني بار ده. هروح أختار من السامبل فيديوز، اختار لقطة زي كده، وبرضه هتنزل هنا. هروح على storage documents، وبعدين يوتيوب فيديو elements، وفي هنا ميوزك لايبراري. انا كنت مثلا عايز اختار ملف معين، وليكن مثلا هكتب هنا fun، اكتب كده انجلش وبعدين اكتب fun. فانا نزلت الاوديو ده، فانا خلاص هعمل الاوديو دوت import. انا هنا فوق المفروض ان هو هنا ده البراوزر او الادرس، المفروض بيقول لي انا فين. يعني انا هنا مثلا في اليوتيوب شانل فولدر جوه فيديو elements جوه ميوزك لايبراري. فانا لو عايز اخلي الباث ده تمام، لو انا مثلا قفلت ده كده، فانا عايز اخلي الميوزك لايبراري ديت في الفيفوريت، فانا ادوس في الفيفوريت كده فينزل هنا في الفيفوريتس. اوكي. السلايدر دوت المفروض ان انا بكبر منه او بصغر، وهينفعنا قوي مثلا لو انت رحت على فولدر فيه فيديوهات او صور وتقدر تشوف الكونتنت بطريقه واضحه شويه. لو انت عملت كده فانت ممكن تلاقي انك انت بتستفيد من الميزه دي حتى لو بتعمل السيكينج انستنتلي. طيب الفيو دوت هو عباره عن ان انت بتغير طريقه العرض من ان هي تبقى ثامبنال كده او جراد كده. طيب انا عايز اظهرها كده، ممكن اغير الفيوز واخليه يظهر بالشكل الليستد ده. وهنا فايل تايب ديسبلاي ديت، ده عباره عن ان انا بعمل فلتر للحاجات اللي ظاهره هنا. ممكن اختار الفيديوز بس، ممكن اختار الاوديو بس، وممكن اختار الايمجز بس. اوكي. ومن هنا ممكن زي ما قلنا ان انا اعمل سيرش على الفايلات. لو انا عندي اسم مثلا زي حاجه لو فيها جي اي او جي اي او يعني وات ايفر، هنا لقيت ان هو في هنا كل الفيديوهات اللي فيها حرف الجي. خلصنا الجزء دوت. المفروض بعد كده في حاجه عندي اسمها import settings. دي هنا بتقول لي يعني ايه كوبي ميديا. يعني هو بيقول لي هنا في اوبشن ان انا لما هاجي اعمل سيلكت للفايلات اللي انت مختارها مثلا من مكان معين،
اللي هو زي sample media هنا، فأنا والله هاخد الميديا دي هاحطها في الproject أو الfolder بتاع الproject معانا، تمام؟ عشان تبقى قريبة للفايل بتاع المشروع. ممكن أسيبها مقفولة. عندي النيو بين اوبشنز ديت بحضر لما باجي اعمل النيو بين. البين ديت عباره عن الفولدر اللي بلم مثلا فيه حاجه معينه، فانا مثلا ممكن اختار ان هو ما يبقاش اسمه بين، ممكن يبقى مثلا اسمه فولدر. دي على حسب اختيار اللي بيستخدم البرنامج، فهي بتختلف من شخص لاخر. طبعا هنا كرييت نيو سيكونس، السيكونس دايما بينزل بالنيم بتاعه اللي هو سيكونس 01، ولكن انا ممكن اغير الاسم بتاعه ويكون هو مثلا نازل بشابتر او موفي او وات ايفر الاسم اللي انت عايز تسميه. طيب هنا الاوتوماتيك ترانسكريبشن، لو انت هتحط حاجه فيها كلام او نريتور فيديو، يعني مثلا في نريتور وعايز تستخرج الحاجات دي، فانت المفروض بتبقى عارف اللغه. لو مش عارف اللغه بتقول له enable language auto detection، وهو بيحدد اللغه وعلى اساسها بيبتدي يعمل لك الترانزاكشن. وطبعا دوت بيحتاج انك انت تعمل داونلود للغه من القائمه دي. وللاسف الشديد حتى الان ادوب ما بتسبورتش العربي، بما ان في برامج كتير قوي زي الكاب كات، وفي برامج طبعا تانية، وفي مواقع حاليا بتسبورت الترانسكريبشن عربي. طبعا انا برضو مش حاطط ملفات فيها اوديو، او مش هحط ملفات فيها اوديو، فممكن ان انا اقفل الاوبشن ده خالص، تمام، واعمل له كده مينيمايز. بعد ما بخلص ان انا اجمع كل الفايلات اللي المفروض انا عايزها معايا في البروجكت، فباجي اقول له import، وهو بيلم بقى من يمين والشمال كل الملفات وبيحطها لي في البروجكت بانل. هنا انا عندي في زرار على الكيبورد اللي هو بيبقى الشكل ده، طبعا انا هدوس عليه فبيكبر الويندو بتاعه البروجكت. طبعا البروجكت بانل لما بتكبر بيبقى فيها ديتيلز كبيره قوي وكتير قوي، انت ممكن من خلالها تفهم تطلع المشروع مظبوط وتطلع الشغل بتاعك كويس. هدوس على نفس الزرار ده تاني، وبعد كده هترجع الويندو مكانها. وبرضه التايم لاين لو انت وقفت كده، طبعا التايم لاين ممكن تلاقيه كبير قوي من كتر التراكس اللي انت بتحطها. طبعا انا كل دوت لسه ما ابتديتش في مشروعي، ولكن انا ابتدي ان انا اورجنايز الفايلز اللي انا لميتها من اليمين والشمال. يعني ايه الاورجنايزنج ده؟ يعني انا هاجي هنا واقول له هنا نيو بن، فالبن دي هسميها فيديوز وهحط فيها كل الفيديوز، تمام. ابتدي الم كل حاجه من الفيديوهات. طب انا اعرف ازاي ان هي موفي؟ اهو بينزل بالاكستنشن بتاعه دوت ام بي 4، فسلكت كل الام بي 4 وهحطه في فولدر الفيديوز. طب انا ما عنديش صور، ممكن ادبل كليك هنا زي ما قلنا، او بدل ما افتح ده كله ممكن اروح عند import downloads، اختار سيلكت للصور دي. في ناس بتستسهل كده وناس بتستسهل كده، والله انت شوف تبقى ايه الاريح لك ونفذه. وبرضه ممكن كليك يمين وبعدين ارجع اقول له بن للاوديو، تمام، واحط فيه الاوديو هنا، وبعد كده اعمل لدوت تصغير من هنا، وبعدين هعمل بن جديد واقول له images، اوكي، وارجع ضمت الثلاث صور دول اللي حطهم في الفولدر بتاع images. طبعا هو اوتوماتيك بيكسباند دوت، ولكن انا صغره كده. انا نظمت الفيديوهات بتاعتي، وغير ان برضه ممكن في الايمجز دي اسميها، ادوس هنا كليك واحده وهسميها اقول مثلا فلاج اي جي 1، واخد نفس الاسم ده وهحطه في الباقي مع تغيير الارقام. وبكده نكون خلصنا شرح الحلقه بتاعت النهارده. شاركونا ارائكم في التعليقات تحت، وخلونا نعرف رايكم في الدوره والفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.